عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. جت دلوقتي كده عندي كنا بعد الفطار وجالي ضيوف على غفله. ما لقيتش عندي حاجه حلوه، قلت اعمل حاجه حلوه سريعه. وكان عندي نص لفه من القمر الزين، حطيتها في ميه سخنه كده حوالي ربع ساعه. وبعد كده طلعت كيلو من اللبن. كان برضو في الفريزر عندي، هحط عليه 3 معالق من السكر، وهحط عليه 3 معالق من النشا. كيلو او اللتر من الحليب بيحط عليه 3 معالق من النشا، ومعايا معلقة كبيرة من الكريم جانتي، كيس من الفانيليا. هنعمل حاجة حلوة وبسيطة جدا وسهلة وطعمها وهمي ومش هتاخد منك وقت خالص. هقلب كل ده كده على البارد، وبعد كده هبدأ ان انا ارفعهم على النار. لازم تقلبيه حلو قوي قوي عشان ما يبقاش معاكي اي تكتلات او اي حاجة خالص. وبعد كده هرفعه على النار. طبعا هو لسه متلج، ممكن تستخدمي الحليب العادي يعني، برضو مش هياخد منك وقت. بس كده بترفعه على النار ونشوف قوامه لما تقيل بقى عامل ازاي. بس كده يبقى ايدي فيه على وهو على النار على طول، ما تسيبوش خالص غير لما تاخدي القوام اللي انت عايزاه. ابدا ان انا اقلب كده كويس لغايه لما يبدا يتقل معايا. خلاص هو قعد حوالي بالظبط من 8 ل 10 دقايق على النار، لان هو كان متلج. بدا يتقل اهو، شايفين؟ كريمي وطعمه وهمي بطريقه مش طبيعيه. بس كده هبدا ان انا اطفي عليه النار بس، ونبدأ نغرفه بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. شايفين القوام معايا وصل ازاي؟ هنا جبت الاطباق بتاعتي بقى او البولات بتاعتي اللي انا هغرف فيها، وهبدأ ان انا اغرف كده انصاص في كل طبق شوية، لغاية بعد كده ما نعمل مهلبية القمر دي. عايزة اقول لكم الفانيليا خلته طعمه حلو قوي، ريحته بجد كانت رهيبة. هبدأ كده ان انا انزل انصاص انصاص في الكمية بتاعتي كلها او في الاطباق بتاعتي اللي انا هغرف فيها كلها. زي ما قلت لكم حاجه حلوه ما كملتش معايا 10 دقايق بالظبط. على طول كده مش هتاخد منك وقت خالص. هبدا ان انا اغرف الكميه كلها ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. كده ظبطت الكميه بتاعتي كلها اهو، بدات ان انا اغرفها، واي زيادات عندي بدات ان انا امسحها يعني من حوالين الكوبايات او الاطباق اللي عندي. هنا بقى جبت الخلاط بتاعي، وهبدا ان انا انزل فيه القمر الدين بالميه بتاعته كلها. هو ما كانش داب قوي، تقدري تنقعيه قبلها بليله لو انت هتعمليها يعني في وقت مش مستعجله فيه. هنا بقى بدات حضرت برضو نفس المقادير اللي انا حطيتها على اللبن هحطها على قمر الدين. 3 معالق من السكر، 3 معالق من النشا، ومعلقه كبيره هرميه من الكريم جانتيه. بس كده دي اختراع برضو بتاع المهلبية او المكونات بتاعة المهلبية، بجد اختراع حلو جدا جدا وطعمها وهمي، والميكس بجد رهيب. غير انها طبعا شكل جمالي زي ما شفتوا كده معايا في اول الفيديو، تحفة بجد. نزلت عليهم بقى باكو من الفانيليا، وهبدأ ان انا اضربه في الخلاط حلو قوي، وهبدأ ان انا انزل بيه على حلة على النار. طبعا الرغاوي دي من مطرح ضرب الخلاط، الكتل البسيطة دي عشان هو ما دبش كويس، انما على النار برضو هتبدأ انها تسيح معاك على نار هادية. ما تعليش النار قوي عشان قمر الدين كله معاكي يسيح، وهنبدأ نقلب فيه، مش هنشيل ايدينا خالص لغاية لما نحصل على القوام اللي احنا عايزين. خلاص هنا بدأ اهو اللون بتاعه بقى حلو جدا، كل اللي فيه بدأ يسيح، بدأ يتقل معايا ويتماسك. بدأت المهلبية بتاعتي تبقى ريحتها طالعة كده ولونها بجد الكاميرا ظلماه جدا. هو ده القوام اللي انا عايزاه. يلا بقى نغرفه ونشوف الشكل النهائي بتاعنا هيبقى عامل ازاي. هبدأ بقى ان انا اشيله على النار. خلاص كده طبعا انا سبت المهلبية اللي بالحليب عندي تهدى شوية. طبعا هنا كان ال الاضاءة مش ظاهرة قوي، بس احنا سيبنا المهلبية طبعا تهدى شوية. بعدين بدأنا نغرف مهلبية قمر الدين، وطلعت معايا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. شكلها حلو قوي، غير ان طعمها بجد كان تحفة. شايفين منظرها عامل ازاي وقوامها حلو جدا، وما تخافوش مش هيخشوا على بعض ولا اي حاجة خالص يعني، بجد رهيب. تقدري تزوديها بقى باي مكسرات زي ما انت عايزة. ده كده كان الشكل النهائي اللي انا وصلت له.
كده خلصنا بقى الكمية كلها وغرفنا لكل الاطباق بتاعتنا. دي كانت النتيجة النهائية. يا رب يكون الفيديو عجبكم. هنرش طبعا عليه شوية مكسرات كده اللي موجودة عندك، ولو مش موجود كده حلو قوي هنحط بس شوية زبيب وجوز الهند على الوش. طبعا وما تنسيش لو انتي لسه جديدة معايا في القناة اعملي شير وسبسكرايب وفعلي زر الجرس، ولو انتي معايا على طول ومتابعاني ما تنسينيش في اللايك وكومنت حلو وكلمة جميلة كده منك. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه. طريقة بسيطة، حلوة بسيطة جدا جدا وفكرة مختلفة شوية. واشوفكم ان شاء الله على خير بفيديوهات تانية كتير جديدة، وباي باي.